الفراولة اوعي تقطعيها ولا حتى عصير تعمليها، ارمي الفراولة في المية المغلية وهترتاحي طول شهر رمضان. انا عارفة ان انتي ما شفتهاش قبل كده، فتعالي بقى شوفي الجديد. وقبل ما ابدأ الفيديو، الله يسعد قلبك لو تحطي لي لايك للفيديو وتحيي كل اللي بتحلمي بيه، قولوا امين يا حبايبي. دلوقتي ما شاء الله الفراولة القمر اللي قدامكم دي انا جايبة الكيلو ب20 جنيه، بسم الله ما شاء الله. ودايما بجيب حبة الفراولة اللي حجمها صغير، ما تجيبيش الحبة الكبيرة لان بتبقى كلها مية، وكمان بيقولوا بتبقى واخدة كيماوي كتير. غسلتها تحت الحنفية زي ما انتم شايفين، وبعد كده جبت معلقة ونص من الملح عليهم معلقة ونص من الخل، نزلت عليهم برتل كامل من المية ودوبتهم مع بعض، وبعدين نزلت بالفراولة بتاعتي. اقل حاجة سيبها 10 دقايق. تمام كده. بعد كده صفيتها وهبدأ بقى ان انا اجيب الفراولة واشيل منها الجزء اللي تحت ده بس. اما حجم الفراولة فبسيبها كاملة زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هاخد بقى الفراولة بتاعتي دي ما شاء الله، اتأكدت ان هي كلها بقت نضيفة معايا بالطريقة دي. هجيب بقى هنا حلة وفيها 3 كوبايات من المية، عليهم ربع معلقة صغيرة من ملح الطعام بتاعنا، وهقلبها وبعدين ابدأ ان انا ارفعها على النار. اول ما المية هتبدأ تدخل معايا في غليان على طول هبدأ ان انا انزل بالفراولة اللي معايا بالشكل ده، ولا تقطعيها ولا تيجي يمها خالص، انزلي بيها صحيحة زي ما انت شايفة بالطريقة دي. تمام أوي كده. لكل كيلو من الفراولة كوبايتين 2 من المية. طب أنا مستخدمة هنا كيلو ونص من الفراولة، فأنا ضفت 3 كوبايات من المية، أديهم تقليبة وأسيبها تغلي علشان الريم يساعد معايا إن هو يطلع لفوق وأتخلص منه كله، ودي خطوة مهمة جدا. تمام. كل ما ريم بيتكون أنا ببدأ إن أنا أشيله، كل ما ريم يتكون أنا ببدأ إن أنا أشيله. مفيش اقل من دقيقة وهتبدأ تلاقي ان الريم خلاص ما عادش بيتكون معانا اي ريم تماما. شايفين؟ وكمان الفراولة بقى يعني بدأت تدي اللون بتاعها كله. بعد كده هنزل عليها بكوباية وربع من السكر، مش هتحتاجي اكتر من كده صدقيني. اهم حاجة بقى ركزوا في المكون الجاي ده لان ده بيفرق جدا في النتيجة. ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، ربع المعلقة ده على كيلو ونص من الفراولة. تمام كده. بعد كده هبدأ ان انا اجيب الهاند بلندر وهديها بس يعني بصوا تشغيلة اقل من نص دقيقة. لو انت عاوزة تسيبيها قطع هتبقى معاكي ممتازة وزي اللي هي الجاهزة اللي بتتباع. طبعا انتوا شايفين ان هي القوام بتاعها خفيف لان هي ملهلبة. انا بنزلها يا جماعة في البرطمانات، والبرطمانات دي غسلاها ومعقماها كويس جدا. بنزلها وهي سخنة جدا. ليه بقى؟ عشان ناخد تكة الامان الحفظ. بصوا هتيجي تفتحي البرطمانات، انا ما قدرتش والله، ما قدرت افتح الكبير ده خالص، ولا حتى جوزي حاولنا ان احنا نعمله بالسكينه وعمل تكه امان، وده برضو اللهم بارك. عاوزاكم بس تشوفوا القوام بتاع المربى، بسم الله ما شاء الله. مهما تجربي طريقه لمربى الفراوله هي دي طريقه المصانع وبس. اظن بقى ان انا استحق ان انتوا تقولوا لي تسلم ايدك يا لولا. وما تنسوش بقى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده كتير قوي قوي عشان كل حبايبكم يعرفوا الطريقه.